بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، اللي هي المهلبيه بالمانجا. والمانجا كتير في السوق، متوفره في السوق كتيره ورخيصه. جيبيها واعملي الطبق الحلو ده هوت، يعني مرطب في الصيف يعني، وبتتاكل ساقع اهوت، وحاجه بارده ترطب على قلبك في الصيف وفي الحر ده هوت، ومضمونه وعاملاها في البيت ومضمونه وصحيه خالص اهي. وطريقتها بسيطة خالص وسهلة خالص اهي قدامكم اهي. وانا مزيناها كده بفروتة اللي هي بطيخ، كنت عاملاها معاكم في فيديو يعني السنة اللي عدت اهي. معايا بقى حبايتين مانجا، لو عندك حباية واحدة هتكفيكي. وجيبي مانجا متماسكة، ما تجيبهاش طرية عشان تعرفي تقشريها كده وتقطعها مكعبات. والمانجا موجودة في السوق، جيبي اي نوع مانجا بس المهم تكون متماسكة عشان تعرفي تقشريها، تقطعها مكعبات زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو. تقشر معاكي بسهولة، تقطع مكعبات برضو بسهولة، عشان لو هي طرية مش هتقطع معاكي ولا تقشر معاكي بسهولة كده اه. ممكن تعملي منها كذا حاجة، ممكن تعملي بالكنافة بالمانجا، مهلبية بالمانجا، جيلي بالمانجا، حاجات كتيرة تعملي بيها المانجا يعني اهو. بتدي طعم جميل في الاكل والحاجة اللي انت بتعمليها بيها يعني. معايا بقى الطريقة بقى، مع 3 كوبايات لبن، اي كوباية عندك عيري بيها هما 3. هنحط عليهم 4 معالق نشا اهو، حراميين بمعلقة الاكل او معلقة الطعام اه. واللبن ده حليب، لو عند العرب بيسموه حليب اهو. بتدوبهم مع بعض كده، وتحطي بقى عندي قشطة اهو. حطيت معلقتين قشطة بتعزز طعمها وتديها طعم جميل وحلو. وتحطي، انا حطيت هنا ما قلتلكمش، 3 معالق سكر. السكر ده على حسب الرغبة، ممكن تزودي او تقللي فيه. وتدوبي كده على النار، وتقعدي تقلبي كده على النار اهوت، عشان ما تكلكعش معاكي ايدك، ما تطلعش منها، وعلى نار هاديه. معايا بقى ربع معلقه فانيليا اهوت. قلت لكم انا حطيت سكر هنا، حطيت 3 معالق سكر. وانت على حسب رغبتك، عايزه تزودي السكر زودي، عايزه تقللي قللي. ولازم الخليط ده هوت يغلي على النار عشان النشا يستوي معاك، ما يبقاش ليه طعم ايه نشا هو وانت بتاكليه يعني. هنيجي بقى تفرغي على طول وهو ساخن في البولات اللي انت هتعملي فيها اهو. ما تستنيش، لازم تفرغيه وهو ساخن عشان ايه ما تكلكحش منك او تمسك منك اهي. لو مسكت منك او بردت يعني مش هتعرفي تفرغيها كده. وحطيت في قالب بولات اهيت، تحطها بقى في ريحه جنبك شويه، تحطها في التلاجة. هي تحطها جنبك او في التلاجة بقى احسن، حطها في التلاجة عشان تختم معاكي بسرعه. هنيجي بقى معايا باكو جيلي. الباكو ده مكتوب عليه تحط كوبايتين، انا حطيت كوبايتين اهوت. وهنحط عليهم معلقه جيلاتين، عشان الكوبايتين هيبقى لو الكوبايتين هيبقى رهيف شويه الجيلي. فحطيت معلقه جيلاتين. عايزه انت مش عندكش جيلاتين، مش عايزه تحطي جيلاتين، حط كوبايه ونص على باكو الجيلي. وحطيت برضو معلقه سكر عليه، مش عايزه تحط سكر ما تحطهوش على الجيلي عشان هو عليه سكر. هنحطه بقى على النار شويه عشان يسخن، الميه تسخن والجيلي اللي فيه يدوب والسكر. فقلت لك السكر باكل جيلي عليه تحط كوبايتين، عايزه تحط كوبايه ونص عشان يبقى متماسك معاكي كويس حطي، عايزه تحط كوبايتين بس تحط عليهم معلقه جيلاتين. لما بقى يدوب على النار الجيلاتين والجيلي والجيلاتين على النار والسكر، تيجي بقى نيجي نفردوا بقى اللي هي المانجا اللي احنا مقطعينها كنا حاطينها في التلاجة عشان تسمرش معاكي. توزعها كده على وش الاطباق. الكريمه طبعا دهيت او المهلبيه دهيت اتمسكت خالص وعملت وش كده، عملت طبقه فوق وبقت متماسكه خالص. تحط بقى الجيلي كده عليها، تحط الاول قطع المانجا وتحط عليها الجيلي، وتدخلها بقى في الفريزر. لما تتماسك بقى تطلعيها بقى وتاكليها عادي. دلوقتي تاكليها اهو، دي بعد ما طلعت من الفريزر، متماسكه الطبقتين متماسكين وكويسين خالص زي ما انتم شايفين اهوت. عايزه بقى زينها زينه، مش عايزه تاكلها كده لوحدها كده وكليها. بس انا كان عندي فروت بطيخ كنت عاملاها من السنه اللي عدت، حطها في الفريزر اهي اللي انتوا شايفينها دي، زينتها بيها. ودي خطوه اختياريه، مش عايزه تزيني ما تزينيش، عايزه تاكلها كده طعمها في منتهى الجمال وتحفه، وطعمها لذيذ خالص. والقشطه اللي احنا حطيناها دي بتعزز طعمها وتخلي طعمها جميل خالص، وتديها دسامه شويه وحلوه خالص، تخلي طعم المهلبيه جميل خالص اهو.
واعملوا بنفس الطريقة هتطلع معاكم كويسة خالص ومظبوطة اهو. قدامكم اهوت بعد ما استوت، بعد ما اتجمدت في التلاجة يعني، وطعمها في منتهى الجمال ولذيذة خالص. ولو سمعتوا الفيديو يا حبايبي دلوقتي، لو سمعتوا الفيديو لحد دلوقتي اعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك اللي هو اعجاب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.